ما اعرف ليش تحبون العراقيين هالقد. انا ما اريد اشحن الوضع اكثر ما هو مشحون وردة الفعل، بس يوم امس انصدمنا يعني من قد ما تحبونه طبيتوا شجعتوا منتخب اندونيسيا ضدنا. ايش عجب. شوف هذه جماهير امر طبيعي، وانتم لا تكونون حساسين. لا مو حساسين، انا هسه ايش اقول لك؟ انا سالتك سؤال طبيعي، قلت لك من قد ما تحبونه طبيتوا شجعتوا اندونيسيا. طول فيديو لمحمد العتيبي يا ولد، اكو فيديو لجماهير. لا خلينا نشوفك اياه على مود ترد غير تدافع على ربعك. اعطونا الفيديو شباب. وصلت ما احتاج اشوفه. ايه ولكن انت الان رحت لبعض الجماهير اللي شجعت المنتخب الاندونيسي. زين ليش ما رحت للجماهير اللي شجعت المنتخب العراقي؟ وانا اعرف اكو بيننا وبينكم محمد بسوى، انا اعرف اكو بيننا وبينكم صله قرابه من باب اللغه، الدين يجمعنا، اللغه تجمعنا، العروبه تجمعنا، الخليج يجمعنا، اكو هواي عوامل، الاصاله العربيه اذا نرجع للتاريخ، اكو هواي عوامل مشتركه بيننا وبينكم، بس ما شفت سعودي يحكي اندونيسي زين، ولا شفت اندونيسي لابس عقال، صح لو لا؟ اعطونا الفيديو لمحمد. انا اوضح لك ما غير اندونيسيا يا حبيبي. ليش مع المنتخب الاندونيسي ما انت مع المنتخب العراقي؟ شجع اي شيء الا العراق. اندونيسيا سعودي ما شاء الله مع المنتخب الاندونيسي. والله لازم نساند الشعب الاندونيسي لانه شعب طيب وشعب يستاهل، والله ما ادري ايش اقول، لكن اتمنى فوز المنتخب الاندونيسي باذن الله. ها محمد العتيبي شفته؟ بما انك شفت هذا المقطع، لحظه، شفت هذا المقطع ونزلته اليوم في برنامجك المؤقت. هو رد عليك كابتن حبيب جعفر، انت سمعته؟ لا ما سمعته. هو قال الشعب الاندونيسي طيب، يعني ليش احنا مو طيبين اقول له؟ لا انتم طيبين وانتم اخواننا واهلنا، ولكن كابتن حبيب جعفر هو نزل اثنين من الشباب او ثلاثه من الشباب يشجعوا المنتخب الاندونيسي، في المقابل ترك المئات والالاف اللي شجعوا المنتخب العراقي. هذا اولا. ثانيا خلينا ناخذها بفكر اخر ونشوف المنتخب الاندونيسي سهل، لكن امام المنتخب العراقي مباراه راح تكون صعبه ويبغى يتاهل، فيتمنى المنتخب الاندونيسي عشان يضمن التاهل. لا، فهذا حق مشروع له. ثانيا انت لما شفت الجماهير الموجودين من كان بينهم، فممكن الوضع ودي وحبي، فانتم لا تاخذون بحساسيه زائده. لا والله احنا دائما محمد والله العظيم انت الوحيد اللي ما اسيلك بحساسيه ولا اسيلك بتعصب. انا اريد اسيلك على ود توضح لي. انا اوضح لك. اسلام، جميع الجماهير بنسبه 98% يتمنون فوز العراقي على اندونيسيا. وهذا لو تسال المراسلين الموجودين في جده، تسال اي اعلامي متواجد في جده راح يقول لك هذا الكلام. ولكن هذه ناس يعني شجعوا اندونيسيا، فامر طبيعي جدا يعني. احنا الحمد لله بالحساسيه دائما. شنو اخبار المنتخب السعودي الغيابات؟ ها انتم قلبا وقالبا. اسلام، بتكلم بهذه النقطه من البدايه. انا كنت اتمنى المنتخب العراقي يتاهل مباشره ما قبل التصفيات ان شاء الله هسه راح. هذا اولا.